وتطبيق اسمه تطبيق مولدتي، راح المواطن يدفع عن طريق هذا التطبيق. احنا عندنا مشروع طبعا في مجلس محافظة بغداد لأول مرة بدينا نشتغل عليه، بعدنا ما انطلق هذا المشروع، انه نخضع كل اصحاب المولدات الى قضية الدفع الإلكتروني، أنه لكل صاحب بيت يصير عنده ماستر كارد وتطبيق اسمه تطبيق مولدتي، راح المواطن يدفع عن طريق هذا التطبيق. احنا هنا سيطرنا على آفة كبيرة اللي هي آفة السرقة من قبل أصحاب المولدات، البعض مو الكل طبعا، هاي أول مرة تتكلم عنها بالعلم. نعم. فهذا التطبيق راح يصير اولا الدفع راح يصير الكتروني عن طريق هذه البطاقه، ثانيا الكل تعرف انه ايش قد سعر الامبير، مثلا 10,000 او 15,000، ما راح يقدر ابو المولده يجي يفرض أخرى. نعم. او ياخذ، لان هذا التطبيق راح يكون موجود عند كل الجهات الرقابيه اللي هي المحافظه. نعم. والمجلس المحافظ ووزارة النفط ووزارة نعم. الكهرباء. حصريا لأول مرة بزاوية حادة الأستاذ علي ذكر أنه سوف يتم إنشاء إحدى التطبيقات اللي راح يعتمد على الدفع الإلكتروني لأصحاب المولدات حتى يخلون حد للجريمة والسرقة. صراحة جريمة